أنادي على السيد النائب عزيز عبد القادر فليتفضل مشكور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة المحترم، السادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب، السادة إطارات الوزارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا دعونا في البداية نثمن قرار السيد رئيس الجمهورية اللي شفناه يوم أمس واللي شفناه في عدة مناسبات، وهو إنهاء مهام المسؤولين المتقاعسين. هذا الشيء احنا ما كناش نشوفه فيما يسمى بالجزائر القديمه. الان رانا نشوفه الان في الجزائر الجديده انه اي مسؤول ماهوش يقوم بالمهام تاعو راه يتم انهاء المهام تاعو. وهنا كذلك بما انه فتحنا قوس، احنا رانا نشوفه كنواب للشعب رانا نستقبل المواطنين تاعنا في المداومات تاعنا. في الحقيقه المواطنين والشعب تقريبا راه راضي على السلطات على المستوى المركزي، هذه بكل صراحه. راهم يجوا لنا المواطنين يقولون السيد رئيس الجمهوريه راه قايم بالواجب تاعو، عاونوه. احنا رانا نتعامل مع الساده الوزراء، نراسلوهم، نعيط لهم في الهاتف، يردوا علينا كذا. هذا الشيء تشكرون عليه، لكن الشيء اللي ما يمثلش الجزائر الجديده للاسف الشديد هو المسؤولين على المستوى المحلي. المسؤولين سواء انا نتكلم على المدراء على المستوى المحلي، للاسف الشديد ماهمش قايمين بالواجب تاعهم. للاسف الشديد المدراء على المستوى المحلي مازالوا مفلاشين بالجزائر القديمه. مكياس المسؤولين مازال ما عرفوش بلي رانا في جزائر جديده وراه كاينه ممارسات جديده والممارسات القديمه راحت. لهذا الساده الوزراء نتمناو انكم كل المدراء تاعكم على المستوى المستويات المحليه انكم مش عارف ديروا لهم دورات تكوينيه ولا تجيبوهم من العاصمه تبينوا لهم بلي رانا في جزائر جديده، لانه هذه الممارسات القادمه يجب ان تزول. هذا بخصوص كمقدمه. وكذلك المواطنين، وحنا رانا نشوفوا كذلك اللي قام بواجب تاعها، كذلك المؤسسه العسكريه كذلك اللي نحيوها بالمناسبه. وبالمناسبه كذلك نحيي السيد المدير العام للجمارك بتعيينه، ونتمنى ان شاء الله انك تقود لنا هذاك اصلاح كبير في قطاع الجمارك اللي راه يعاني كثيرا. السيد وزير الماليه شفنا في قانون الماليه هو خفض قيمه الدينار. خفض قيمه الدينار يعني مانيش عارف، انتم ممكن سياسه منتهجه لاسباب ما انتم تعلموها، لكن كذلك خفض قيمه الدينار يؤدي الى التضخم ويؤدي الى ارتفاع الاسعار اللي رانا نشوفوه راه يرتفع ارتفاعات مستمره. بالمناسبه كذلك الكلام على ارتفاع الاسعار، السيد وزير التجاره لما قلت لنا انه الاسعار راهي منخفضه على باقي دول العالم، صح الاسعار منخفضه على باقي دول العالم، لكن بنشوفوا في نقطه اخرى انه الاسعار صح منخفضه على دول العالم، لكن لما نشوفوا الاجر القاعدي في باقي دول العالم نصيبوا حنايا بالقيمه تاعنا 30 مليون 40 مليون. يعني لازم نشوفوا لكلتا الحالتين، نشوفوا الاجر القاعدي ونشوفوا الاسعار. حنا معليش يعطونا اجر قاعدي تاع 30 مليون 40 مليون ورفعوا الاسعار. وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه اكثر من مره في سياسه الدعم الاجتماعي. السيد الوزير الماليه، سياسه الدعم الاجتماعي للاسف الشديد ما تروح لمستحقيها. حنا سياسه الدعم الاجتماعي غريب انه مسؤول او رجل اعمال او رجل مال يخلص 50 مليون ولا يخلص 60 مليون يشري كيف الخبز مع مواطن موظف يخلص 4 ملايين، ولا يشري حليب كيف مع مواطن يخلص 4 ملايين. لهذا سياسه الدعم الاجتماعي يجب ان تكون موجهه ومركزه وتكون في الاجور. هذا الشيء اللي رانا نطالبوا فيه بعده مرات. كذلك رانا نشوفوا اكبر ميزانيه الله يبارك في تاريخ الجزائر. العام الماضي كذلك كانت اكبر ميزانيه ب 98 مليار، ومن بعد بالتصحيح وصلت الى 105 مليار. هذا الشيء احنا نبوركوه ونثمنوه، لكن السؤال المطروح هل هذا عاد بالنفع على المواطن البسيط؟ هل المواطن البسيط راه ياكل مليح؟ هل المواطن البسيط مائدة المواطن البسيط راه ياكل الدجاج مثلا؟ نظن قليل، حتى الدجاج راه ماهوش ياكله. هل راه ياكل السمك؟ نظن ماهوش ياكل السمك. هل راه ياكل اللحوم الحمراء؟ ماهوش ياكل اللحوم الحمراء. هل المواطن البسيط راه يلبس مليح؟ لا مش يلبس مليح. هذه الصراحه اللي لازم نصارحوا بعضنا، ولازم تكون عندنا الشجاعه اننا نصارحوا بعضنا ونشرحوا المواطنين. يا خويا اذا كاين سياسه منتهجه راكم تقولوا لنا باللي اودي صبروا علينا 5 سنين، راه كاين مخلفات نتاع 20 سنه ماضيه ومخلفات سابقه، صبروا علينا، صارحونا قولنا صبرونا 20 سنه ناكلوا الماء الخبز والماء. واني متاكد باللي الشعب والله ياكل الخبز والماء على الجزائر تاعو. قال صارحونا نيشان، قال باللي يا ودي صبروا علينا راه كاين ممارسات نحوسوا نقضوا عليه. صارحونا وصارحوا الشعب. هذا هو بصح نديروا ميزانيه تاع 110 مليار ومن بعد الشعب حتى اللبسه ما يلبسش مليح. القرايه رانا نشوفوا الاكتظاظ مثلا في المدارس،
رانا نشوفوا امور للاسف الشديد الميزانيه هذا لا تعكس الواقع الحقيقي. السيد وزير الماليه باش نهضروا على ولايه السمسيت بالمختصر الشديد، مشاريع قطاع البرنامج التكميلي للاسف الشديد مازال ما قلعتش الى حد الان، نتمنى ان شاء الله ان تقلع في القريب العاجل. السيد وزير الاشغال العمل والتشغيل، الادماج في المؤسسات الاقتصاديه والعموميه ينتهي في 1 ديسمبر في 31 ديسمبر لكن لم ينتهي والوقت كملنا، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. شكرا سيد النائب، شكرا.